السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فاكرين المكان المدرسة اللي أنا قلت لكم عليها إن هي عايزة شغل وكانوا عايزين يجددوها وفيها شغل كتير؟ بعتولنا تاني وقلنا لا، ده فيها شغل تاني وعايز يخلص. ادي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا المنظر، الشجر ده كله والزرع اللي فيها ده بالجذوع بكله عايز يتشال. فالله المستعان، الله المستعان. يعني انا بصوا اول ما شفت المنظر والله العظيم يعني قلت يا رب الله المستعان على الشغل ده. وانا مضطرة وغصب عني. انا مش هكدب عليكم ولا هقول لكم انا بحب الشغل اللي زي ده واي شغل اشتغله، لا. انا دلوقتي صحتي ما بقتش زي زمان. انا دلوقتي المسؤولية اللي انا شايلاها والهم اللي انا شايلاه خلى صحتي يا دوب يا دوب على قد خدمة العيال وشغل خفيف. ان انا اشتغل شغل زي ده يعني دي حاجة صعبة عليا. بس اضطريت ان انا اشتغل الشغل ده لاني انا مضطرة ان انا اشتغل. وشايفين بصوا الجذوع واصلة لحد فين. يعني انا بصور لكم من الدور التاني و... والجذوع داخلة لحد الطرقة اللي في الدور التاني اللي انا مسكتها قدامكم ده. فانا يعني آه، مش عارفة والله. بعد ما خلصنا الشغل ده وخلاص يعني خلص. بصوا انا مروحة امتى؟ شايفين انا مروحة امتى؟ بالله عليكم بصوا كده. انا مروحة يعني يعتبر قرب العشاء. اديكم شايفين الدنيا ابتدت تغيم والعواميد في الشوارع ابتدت تنور. انا شغالة الشغل ده من الساعة 7:30 واديني مروحة الساعة 7 بالليل. متخيلين كمية الهدى؟ وختمت في آخر الشغل يعني بحاجة والله ما كنت أتوقعها نهائي، وهتشوفوها برضو في الفيديو. خلتني يعني هقعد في البيت مش هعرف أتحرك تاني، والله أعلم إمتى بقى هبتدي تاني أشوف حالي وحال عيالي. أنا عايزاكم بس تدعولي، بالله عليكم تدعولي ربنا يصلح حال عيالي ويفرجها عليا من حيث لا أحتسب. اللهم آمين يا رب. عاملين ايه يا حبايبي؟ انا طبعا بعد ما وريتكم المكان اللي رحنا نشتغل فيه ونعمله فيه ونشيله فيه جذوع الشجر اللي انتوا شفتوها وننضفوه، فالحمد لله على كل حال. وانا بشد كده شجرة من الارض، فكان انا مش واخدة بالي، فكان طالع له زي سلاعات كده. راحت فتحت لي ايديا بالعرض. المكان اللي انتوا شايفينه ده مفتوح خالص خالص. طبعا بصوا مش عارفة اوصف لكم كمية الدم اللي نزلت. كمية مهولة مهولة. لو قعدت اوصف لكم فيها مش هعرف برضو. انا حاسة نفسي ان انا دايخة من كمية الكمية اللي نزلت وطبعا في نفس اللحظة حسيت الدنيا بتلف بيا وخلاص هقع من طولي وهيغمى عليا. الناس اللي معايا كان في 2 ستات معانا تاني سندوني وودوني المستشفى. ركبوني هم مواصلات يعني على حسابهم وودوني المستشفى. الدكتور هناك قال لي لازم تاخد غرز، لازم 5 غرز. فطبعا انا يعني ما باليد حيلة. انا مرضتش بالغرز ورفضت وخفت بصراحة. خفت يعني انا اصلا متألمة والجرح اللحم الاصفر، انا اسفة في الوصف، اللحم الاصفر الداخلي ظاهر. فبيقول لازم الجرح ده ياخد غرز. فانا خفت بصراحة، فقال لا لازم ياخد غرز، مش هيلم غير بالغرز لانه جرح عميق مش سطحي. مفتوحة بالعرض كده من عند الصابع الكبير ده لحد اخر الكفة بالعرض. فسلمت امري لله وعلى كمية الالام اللي انا شفتها في الغرز. 5 غرز، 5 غرز يعني
كأني يعني مش عايزة أقول الكلمة، كأن حد بيقطع فيا. ومفيش طبعا، هو رشلي شوية بنج موضعي بس، ما عملش حاجة. وكده كلكم عارفين ان البنج الموضع ده ما بيعملش حاجة. طبعا اتعذبت يعني. انا كنت شقيانة وتعبانة ويعني شقيانة عشان اجيب لقمة لعيالي وعشان ما احويهمش، ورضيت بأي شغل، وشغلانة مش شغلانة ستات. وكلكم عارفين الصور اللي شفتوها ده والحياة اللي عايزة تتشال دي مش شغلانة ستات. بس رغم كده وافقت، وفي بلد بعيدة عن مكان سكني، يعني باين ساعة بالظبط عشان نروحوا المكان ده. ورغم كده وافقت ورضيت. فكنت أصلا أنا تعبانة من الشغل، ويكملها الغرز اللي خدتها. طب أديني قعدت أهو، أديني قعدت. الله المستعان يا رب. أديني قعدت مش عارفة أعمل حاجة، وفي الإيد اليمين اللي هي كل الشغل عليها. استغفر الله العظيم. الحمد لله على كل حال، الحمد لله، الحمد لله. أنا بس تعبت من كتر المسؤولية اللي على كتافي. تعبت من كتر المسؤولية اللي على كتافي. مطلوب مني إن أنا أوفر أكل وشرب ولبس ومصاريف. وابني الكبير رايح يقول لي يا ماما أنا عايز أطلع أخد دروس تاني، أنا مش عارف أفهم المواد ومش عارف أستوعبها، عايز دروس تاني. أنا عايز أخد درس زي أصحابي، أنا مش عارف أفهم ولا أذاكر. ادعولي بالله عليكم، ادعولي ربنا يفرج عليا، ادعولي. الله المستعان يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مش لاقية كلام أقوله. أنا عايزاكم بس تدعولي بالله عليكم، لا تدعولي. أنا فوق كتافي 5 أطفال، 5 أطفال حملهم كله عليا. سندي بس ربنا سبحانه وتعالى بس. معلش ما أنا مش قادرة أتكلم، لأن أنا حاسة درجة الحرارة عندي سخنة، مرتفعة. الدكتور قال لي انتي هتسخني. وطبعا عشان الكمية اللي فقدتها دي، فقال لي طبعا جسمك هيضعف ولازم ترتاح ولازم غذاء. بس فين ده كله؟ فين ده كله؟ مين يعمل لي ده كله؟ الله المستعان. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.